يعني كل هذا عشان كسرت كم صحن وقلبت الصفر على الارض؟ ولك بكون ابن انسان اذا برجع لكم، ولك بدل ما تشكروني كنت قاعد بسليكم. زلت امي عشان راتبها خراي عليها وعلى كنت قاعد ماني فاهم ايش عم بصير وبالصدفه كنت عم ولك يا ابو عبده فهمنا انك بتحبني بس مو لدرجه تبيض عني. طالما انت اللي عم تصرفي علينا يا ام عبده انا رح ابيض عنك. البيضة عم تفقس. لك نادي دكتور هذا اللي ببيض الناس ما بعرف ايش بسموه هذا. ولك البيضة رح تولد. انا رايي انت قاعدي عليها عشان احس بالاكشن. ولك ايش نعمل يا ام عبده الحقينا ايش نساوي؟ كيف كان هذا بالله عليكي؟ طنك 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 طنك. ولك حتى امور النسوان لازم انا اشتغلها. ايش انت ايش تشتغل اصلا؟ طن طن طلالي طن طلالي. ولك شيل الشسمه من على الشسمه ولك هذا بريء النار على الشاي يعني فهمت علي؟ ولك ليش ما عم ترد علي ولك لك انت الو ممكن نتعرف؟ كل خرا متجوزة لا تزعل خراي عليك وعلى ابوك. ولك طمنا يا ابو عبدو لك ولك لسه ما فقست عنك البيضة عم تبعث ابوك ياك. اخيرا يا ابو عبدو صار عندك شغل وصرت مسؤول. انا من يومي مسؤول لسه ما شفت شيء. الله سلام حجي. يلا بالسلامة ان شاء الله تروح وتنسى طريق الرجعة. يلزمك شي حبيبتي قبل ما اروح؟ يسعى الحمد لله ذكرتني محتاجة مسحوق غسيل وصابون سائل وشطافة على الطاقة الشمسية ومحتاجة 2 كيلو بندورة ومحتاجة لحمة اللي عم طيزي خراي عليك وعلى اللي سألك. يلا بس اشتغل اموري تتحسن رح اتزوج عليك 4 نسوان قصدي 4 بطريق. ولك صباح العنبر ممكن النمبر منقولي نسوان اخر زمن. ايه صباح الخير معلم انا اول يوم شغل جايك من طرف ابو سطيف. ايشي بيخري مين هذا ابو سطيف؟ ما عنا حدا بهذا الاسم. ماشي حبيبي تسلم. والله شكلي ما في امل الاقي شغل. والله مرجوع لك يا ام عبدو شكلك انت رح تتزوج علي مو انا رح اتزوج عليكي. شو معقول خلصتوا شغل بهي السرعه؟ لا بس طردوا له ابوي من قبل ما يشتغل اصلا. شو حكى عني ابوك وقت كنتوا في الطريق؟ كذاب هذا ما ترد عليه. كيفك يا ام عبدو؟